السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة سندوتشات الشاورما بطريقة جميلة جدا وسهلة ومقادير بسيطة خالص. بنص كيلو بانيه هتعملي احلى سندوتشات واكبر كمية لولادك، اللي رايحين الدروس، للمدرسة، للبيت، في اي وقت عندك بتجهزيه. لو انت مثلا مستعجلة او عندك شغل ومش فاضية، بتجهزيهم وتعمليهم في التلاجة وبيفضلوا بس كده على التحمير. هنسمي الله ونصلي على رسول الله، وهبدأ اقول لكم المكونات مع بعض. معايا هنا نص كيلو بانيه مقطعاه قطع صغيرة كده شرايح. ومعايا هنا البهارات اللي هنحطها على البانيه. حاجة كده سهلة وجميلة وبسيطة خالص. معايا هنا معلقة كركم ومعلقة سكر، وهنا معلقة توم باودر وبصل باودر، وهنا معلقة بهارات اللي هي السبع بهارات، ومعلقة ملح ابيض، ومعلقة فلفل اسمر. وعندي هنا كيس اللي هو البهارات الجاهزة، اللي احنا بنجيبه دايما في كل الاكلات بتاعتنا، اللي هي خلطة الشاورما، خلطة البرجر، خلطة الحواوشي. الكيس ده بهاراته رائعة جدا وبتدي مذاق حلو قوي للسندوتشات. وبحط هنا حوالي معلقة زيت كبيرة ومعلقة خل. بس كده، هي دي كل المكونات. حاجة موجودة جوه البيت ومش مكلفة خالص. بنخلط المكونات دي كلها مع بعض كده مع البانيه، وبنسيبهم في التلاجة حوالي ساعة كده علشان البانيه دوت يتشرب من التتبيلة والبهارات اللي احنا حطيناها. وبعد كده هنزل بقى عليهم بجريل كده. هحط معلقة زيت وهنزل كده بيهم صدمة. اول ما بنزل بيهم على طول في الطاسة، مش بحاول ان انا اقلبهم علشان هما بيكونوا لسه لازقين فما يتهروش في الطاسة. بستنى عليهم حوالي دقيقتين تلاتة كده وببدأ ان انا اقلبهم. الريحة بتاعتهم جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده موفرة واحسن من المطاعم. طبعا السندوتشات دي بره عدت، يعني السندوتش عد بمبلغ. معايا هنا فلفل اخضر وفلفل احمر وبصلاية عملتها جوانح كده شرايح، وهنزل بهم هنا على الفراخ بتاعتي، وابدأ ان انا اقلبهم مع بعض حوالي كده دقيقتين تلاتة. الريحة هنا جميلة جدا ما شاء الله، وكمية وفيرة قوي. يعني النص كيلو دوت حوالي بتمن سندوتش من بره. خلاص هنا كده بدأوا يستووا مع بعض. بنزل هنا بطماطمايه جوانح برضو كده قطع. اللهم بارك، الريحة تحفة بصراحة وحاجة جميلة جدا. جربوها والله هتعجبكم جدا وهتعجب اولادكم. هنا بقى بهدي النار عليهم كده عشان المكونات دي كلها تستوي مع بعض لمدة 5 دقايق كده، وخلاص بطفي عليهم. هنا حطيت الشاورما دي في طبق فاضي مع بعض كده. وعندي هنا العيش السوري، بدأت ان انا احط عليه صوص من اللي هو كان في الشاورما، وبنزل بشوية بطاطس محمرة وعليهم شوية شاورما، وببدأ ان انا اعمله رول. حاجة كده سهلة خالص، اي حد يقدر يعملها ومش مكلفة خالص، وحاجة سهلة وجميلة جدا، وتقدري تعمليها في اي وقت لولادك. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. خلاص كده بكل سهولة، ما فيهاش اي صعوبة ولا فيها اي حاجة. عندي هنا بسط الرغيف السوري دوت، بتني حرفه كده ربعه، وبحط البطاطس المحمرة وبنزل عليه هنا بالشاورما وبعمله الرول، وخلاص كده. هي دي كل الفكرة اللي فيه. مش بياخد منك اي مجهود ولا اي تفكير ولا اي حاجة. حاجة سهلة ما شاء الله. بتني هنا الاحراف كده من الجنبين، وببدأ ان انا الفه وهدخل بيه بقى كده على الجريل ابدأ احمره. بصوا هنا كده ما شاء الله. بصوا اللون كده بقى عامل ازاي، زي الجاهز بالظبط والله، ما يفرقش عنه كتير. بل بالعكس الريحة تحفة، والشكل والطعم مش قادرة اوصف لكم. ان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.